ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا عاملين ايه في الساعه دي؟ بص احنا عاملين ايه، احنا قاعدين في البيت، قاعدين في البيت كده. والله العظيم اسكندريه النهارده من الساعه 4 الفجر كان في رعد، كأن في قنابل بره. البيت عندنا هنا اتهز، والله العظيم. يعني حاجه كده فوق الخيال. بقالنا كتير قوي ما شفناش القنابل الذريه دي. أنا مش عارفه، انا واكله حمص ولا عمال طبعا النهارده كان اخر يوم في الايه، في الامتحان بتاع الانسه ده. طب تعالى بس تعالى عشان هم ايه، ما ذنبهمش حاجه يشوفوا الايه. استنى يا جماعه، خليكم معانا ماشي. قاعديني استنى بس عايزه اقول لهم حاجه. قاعديني بقى. كان اخر يوم النهارده في الامتحان بتاع دهب. فطبعا الساعه يعني من الساعه 4 رعد وشتاء لغايه الساعه 8 الصبح. الوزير كتر خيره نزل قرار الساعه 7 الا ربع او 6 ونص تقريبا. قال النهارده محدش ينزل من بيته. طبعا عندنا هنا شارع ابو قير الميه معديه الجزيره، والدنيا بسم الله ما شاء الله. الجو جميل جدا جدا جدا، مش مبطله شتا تقريبا. مين عندنا بقى في اسكندريه شايف اللي احنا شفناه النهارده دوت؟ بجد يعني بيقولوا اسكندريه هتغرق. ده اقل واجب من اللي احنا بنشوفه دوت. فما حدش يحسدنا والنبي، عشان احنا ماشيين بالبركه وربنا يستر علينا. احنا لا عارفين ننزل نجيب حاجه من تحت، ولا عارفين نتحرك من البيت بسبب الجو الجميل اللي عرق ياسمين عز الصوت الشتوي. النهارده بقى احنا مش عندنا صوت شتوي، احنا عندنا الشتاء نفسه. وما شاء الله طبعا شهر طوبة يعني حدث ولا حرج. يعني زي ما بيقولوا كده، ماما كانوا بيقولوا شهر بيقول طوبة ايه، خلي الصبية ايه، خلي الصبية ايه، كركوبة. والعجوزة ايه، الصبية كركوبة والعجوزة قردة. والصبية والصبية قردة والعجوزة قردة جلدة. ماما مين اللي قال الامثال المعفنه؟ مالناش دعوه بالكلام البيع ده. ايه الكلام المعفن اللي احنا بنقوله ده؟ باشا اقعد بقى، اقعد. النهارده كنا هنموت. فطبعا عملت بقى فيها النهارده الام الشجاعه، ونزلت مع بنتي عشان اوديها الباص. طبعا قعدتها جوه في مدخل العماره، وانا فضلت واقفه بره مستنيه الباص يجي. عايزه اقول لكم يا جماعه، المنطقه دي كلها كده. يعني شفت اللي بيقول لك يعني قفايا دخن من التلج. والله العظيم قفايا دخن من التلج. تمام. انا سافه بتضحك على ايه؟ طلعت بقى الحته دي كلها عماله شفتوا ابني محترم. طبعا طلعت بقى من تحت، يعني ظهري دوت بقى فاهم متخشب كده، متخشب مش عاجبه حاله بسبب السقعه والحاجات دي كلها. فمش عارفه اتحرك. لسه بادئه دلوقتي، عماله بقى شغاله بقى حاجات كريمات ومراهم وعملت زي ستي زمان، قاعده عماله ادور. ماما هنا كان عندها قربه كده بتحط فيها ميه سخنه وتقعد اما كانت رجليها وجعاها، فبدور عليها عشان احطها في المكان دوت. طبعا مش لاقياها من ولادي. تمام. فربنا يستر. بص ابني جايب ايه ده؟ ايه ده؟ هما كده مش خايفين، هما كده يخافوا. تمام. فالحمد لله، يعني الحمد لله جت سليمه.
والانسه دهب طبعا ادعوا لها، تعبانه جدا، دهب بنتي تعبانه جدا بسبب السخونيه اللي عندها، فربنا يا رب يشفيها. والنهارده كنا متفقين ان النهارده بعد ما تيجي كنا هنروح العجمي، عشان ناويه اعمل معاكم بقى روتينات وحركات وكده والاشكال الضاله دي تبقى معايا طبعا عشان تسودني، عشان الجيران يسمعوا صوتي. ما انا لما اروح العجمي والجيران يسمعوا صوتي بيعرفوا ان ام دهب وسليم جت. كل البيت ما شاء الله، ما فيش حاجه اسمها اقعد يا ولا اقعد يا بنت، لا بس الحركات دي كلها. فالبيت كله بسم الله ما شاء الله بيعرف ان انا وصلت من صوتي بسبب ولادي، فالحمد لله. نعم. النهارده المفروض بقى ماما يعني كانت تقوم معانا بالواجب وتعمل لنا بقى ايه يعني شوربه عدس. بصراحه هو ده اللي كان يليق النهارده في الاكل. وهو ده شوربة عدس. بقلشتنا شوربة عدس يعني ضحكت علينا بالعربي. حطوا لايك واشتركوا في القناه. قول لهم انتوا مش عايزين تحطوا لايك ليه؟ قول لهم مش عايزين تحطوا لايك ليه؟ قول لهم يا عم. وقت بس كده عايزين تحطوا لايك ليه؟ بكره هعمل لكم وشاوي. حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان قناتي تكبر بيكم، ودعموني. حطوا في الجراج عشان هو اللي هيتحط في الجراج عشان نرتاح منه ونخلص منه ومن امه. تمام. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا. فان شاء الله مستنيين بقى ان ربنا يكرم كده والجو يبقى كويس، وعلى يوم الاحد بقى تروح الامتحان اللي هو النهارده اتاجل بسببه ده، بسبب الشتاء والخسوف والكسوف والحاجات والامطار الغزيره. والله العظيم يا جماعه النهارده حرفيا الجو كان بتشتي تلج، الازاز بيخبط كأن في حد بيخبط علينا من كتر التلج. يعني يا سبحانك يا رب. والميه يعني ما اقولكوش، الشوارع عندنا غرقانه، البحر الجزيره غرقانه بجد، والجزيره غرقانه خالص، مفيش حد عارف يعدي الشارع والعربيات ماشيه تزحف طبعا، خايفه لا تتزحلق. يعني الحمد لله ربنا يسترها ويكملها لنا بالخير يا رب. ما اعرفش ده بيضحك على ايه، ما اعرفش حقيقي يعني. انا ايه ده ايه؟ معلش حقوق عليا، هم ذنبهم ايه؟ طب انا مستحمله، هم ذنبهم ايه؟ يلا حبايبي بقى اللي وصل معايا لغايه كده ما تنسوش تحط لنا اللايك والاشتراك، وان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله يوم كده ولا 2 بس الجو يتحسن ونروح العجمي ونعمل روتين مع بعض ونعمل حركات مع بعض، وعلق لكم سليم من رقبته عشان هو يستاهل كل خير طبعا. يلا قول لهم باي 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 باي.